تعادل سلبي يجمع بين منتخب عمان ومنتخب المغرب. تخيل معي يا عزيزي المشاهد أن عمان يعادل المغرب. دائما في أي بطولة عربية أو إفريقية، في أي بطولة مشارك فيها منتخب مغربي، كنشوفوا في الإعلام العربي بالأخص المصري والجزائري والتونسي ينفخ المنتخب المغربي. المنتخب المغربي دائما هو المرشح فوق العادة للنيل باللقب، ولكن المنتخب المغربي يخيب ظن الجميع، ودائما كنتقصاو اما من دور الثمن النهائي او من دور المجموعات او لا ربع النهائي دائما. اما المنتخب المصري والتونسي والجزائري دائما الاعلام ديالهم ساكت، ما كيديرش فوضى، ما كيديرش الضغط على المنتخب ديالو. وهذا الشيء علاش كنشوفوا ان المصريين اكثر تتويجا بالالقاب. الغريب في الامر هو اننا كنا مسيطرين في الشوط الاول على المباراه 90%، كان على الاقل نخرجوا، على الاقل نخرجوا رابحين بواحد زيرو. ولكن مع الاسف النجاعه الهجوميه ما كانتش عندنا، وكاملين شفنا في الشوط الثاني في الدقيقه 53 وهذه المفاجاه الاكبر او مفاجاه المباراه، السيناريو الخاسر، ان السيك حمد الله ضرب واحد بصباط لوجهه، صافي عطاه حمر. هذا كنت حكام كنت نعطيه 6 شهور ديال الحبس مع هذاك الحمر. من 53 وحنا كندافعوا كنشدوا كره، ما كنقدروش نوصلوها للهجوم. الدقيقه 70 نزل التيسودالي، موراه نزل ازهر. هاد جوج لعابه هادو اللي كنا نتمناو منهم انهم يقدروا يخطفوا الماتش، يقدر شي هفوه بحال هكا شي واحد فيهم يماركي من الخبره ديالهم، او طول الانتظار الجمهور المغربي من هاد اللعابه هادو يديروا معنا شي بليزير. ولكن مع الاسف جوج حواله كيجريو فوق الفاينس، بجوج بهم ربنا خالقتنا. بعد طريق تيسودالي في واحد الهجمه ما بقاش عارف فين اليمنيه ديالو فين اليسريه، رجليه تلفولي. نسوش واحد العقده مهمه، ان المدرب الخصم يعني المدرب ديال المنتخب عمان كيروش، هاد كيروش هذا عندنا معاه عقده خياليه. كاس العالم ديال 2018 كان هو المدرب ديال ايران، هو اللي ربحنا بواحد الزيرو نهار اللي ضرب بواحد دوز بيت عكسي علينا. ونزيدكم ثاني في 2022 عاوتاني تلاقينا معاه ضد مصر، كان كيدرب ديك الساعه مصر، كنا رابحينهم بواحد وقدر يدير رومونتادا ويربحنا قسانا بكاسفنا. واليوم راكم شو كيروش كيفاش عانى في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني جا الزهر معاه ثاني، طلع لنا بواحد بحمراء وقدر يتعادل معنا، وفي الدقائق الاخرى كان غادي يخطف الربح. غير ربي جمعنا وصح. سؤال بسيط للجميع، كون كنتي انت مدرب، اش من الاسماء اللي كنتي غادي تختار يلعبوا هذا الماتش هذا؟ وشنو هما الاسماء اللي ما كانش خاصك تعيط ليهم كاع؟ عطينا الراي ديالك في لي كومونتير، هادشي كيهمنا بزاف. ما تنساش تابونا، بارطاجي مع العشرين ديالك. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.